هذا الرجل خاطر بحياته لإيقاف حافلة لأنه كان يعلم أن الحافلة على وشك أن تتعرض لحادث، فطلب من جميع الركاب النزول فورا، لكن لم يصدقه أحد بل سخروا منه واتهموه بالجنون. وعندما بدأ بعض الركاب يهددون بالاتصال بالشرطة لم يكن أمامه خيار سوى أن يغادر هو وعائلته، ومع ذلك لم يفقد الأمل في إنقاذ الآخرين، فحذر سائق الحافلة من عبور الجسر لكن لم يلقي أحد بالا لكلامه. استمر الركاب في السخرية منه ظنا منهم أنه مختل عقليا. بعدها استقل الرجل وعائلته سيارة أجرة، لكنه ظل قلقا بشأن الركاب. وفي اللحظة التالية جاء خبر عبر الراديو يفيد بأن الحافلة قد تحطمت بالفعل. عندها شكرت عائلته الله على نجاتهم وامتنوا له بشدة لأنه أنقذ حياتهم. في ذلك اليوم وجد الرجل أرقام ينصيب في مذكراته وذهب فورا لشراء تذكرة، لكنه في طريقه رأى عامل نظافة مغمى عليه في الحديقة، وبحكم طيبته حمل العامل وذهب به إلى المستشفى، مما جعله يفوت فرصة ربح 10 ملايين من الينصيب، بل واضطر لدفع تكاليف العلاج بنفسه. جلس الرجل بجانب سرير العامل في المستشفى حزينا على الثروة التي ضاعت منه. فجأة استيقظ عامل النظافة وأخبرته الممرضة أن هذا الرجل أنقذ حياته. حاول العامل أن يشكره ويعبر عن امتنانه، لكن الرجل ظن أنه مجرد شخص فقير وقال له: يكفي أن تسدد لي مصاريف العلاج فقط. لكن العامل طلب هاتف الرجل وأجرى مكالمة، ثم قال له: سأرد لك الجميل أضعافا مضاعفة. وفي اللحظة التالية دخلت ابنة عامل النظافة إلى الغرفة برفقة مجموعة من الحراس الشخصيين. حينها فقط أدرك الرجل أن عامل النظافة لم يكن شخصا عاديا بل كان أغنى رجل في البلاد. ولمكافأة هذا الرجل الطيب قرر الملياردير أن يزوجه ابنته ووهبه كل ثروته، وهكذا أصبح الرجل مليونيرا.